السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم منى عثمان. هقدم لكم النهارده فيديو جديد بطريقه طاجن المكرونه بالفراخ في الفرن بطريقه جميله جدا وبسيطه. هنعملها مع بعضينا. طبعا الفيديو للنهايه ونشوف انا عملت طاجن المكرونه الجميل ده ازاي. هنسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شوف الجمال، احلى طاجن مكرونه بالفراخ هتعمليه بكل سهوله. يلا ندخل ونشوف مقادير الطاجن ايه. بسم الله. معايا صدور فراخ متقطعه مكعبات صغيره، انت على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. انا عامله كميه معايا، انا بعمل الحشوه اللي هعملها معاكم النهارده دي تنفع لحشوات كتيره جدا، تعملي منها مكرونه، تعملي بيها حشو السمبوسه. انا عملت اليوم ده حشو السمبوسه كمان، يعني بنفس المقادير. بصلتين بقى كبار او حسب البصل اللي هتعمليه مبشورين، وننزل بيهم في الزيت ونخليهم لغايه اللون الذهبي بتاعي، وننزل بيهم على الفراخ بنفس الشكل ده كده. تقليب بقى مع بعض لغايه عايزه اللون بس الفراخ يبتدي يتغير. ننزل بالبهارات بتاعتي، ملح وفلفل وبهارات فراخ وزعتر وتوم وبصل بودر. وننزل بعد كده بعد التوابل اللي انت هتحطيها، فلفل اخضر متقطع مكعبات وجزر مبشور. انا الجزر كان عندي في الفريزر، ما كانش عندي الا في الفريزر، طلعته وحطيته. جميل جدا. اسعفي نفسك، بيبقى عندك الحاجه في الفريزر تنفعك في كل حاجه. احسن حشوه تعمليها بنفس الطريقه ديت، جميله جدا. الفلفل والجزر زي ما انا قايله لكم قبل كده بيخلي الطعم جميل جدا والالوان جميله، وهيخلي الطاجن بتاعك مختلف مش تقليدي. كده خلاص. اول ما الميه خلاص كلها تنشف والميه بتاعت الفراخ اللي لو نزلت منها ميه بتنشف كده، يبقى خلاص تمام قوي. نجهز الطاجن بتاعي. هقول لكم هنعمل ايه بعد كده، بس نعمل الصلصه ونجهز الطاجن. انا طبعا عشان حاطه بصل مش هحط بصل تاني في الصلصه، معلقه توم بس مفروم. هقليها بشويه زيت ويبقى لونه ذهبي، وننزل بعصير الطماطم المتصفي كده. يبقى انا بعمل الصلصه بتاعه الطاجن. عملت خلاص الفراخ وهعمل الصلصه. ما بحطش الصلصه على الفراخ. معايا بقى شويه ملح وفلفل وسكر. مش هنزود اي توابل تانية عشان الفراخ فيها كل التوابل. هنسيبها لغايه ما تتسبك، بس انا عايزه الطماطم تبقى فيها الميه بتاعتها، مش عاوزاها تنشف قوي. هسيبها بس كام غلوه يعني تاخد التسبيكه بتاعتها، بس اللون ده بس. ونبدا ناخدها بقى. انا عاوزاها بالصيت ازاي كده، ميه يعني مش ناشفه، مش عاوزاها تتقل، انا عاوزاها ميه كده بس عشان هتكمل سوى المكرونه، هي دي اللي هتسوي لنا المكرونه بتاعتنا. نبدا بقى نجهز الطاجن بتاعي. الفراخ جاهزه اهي. هاخد اول الطاجن هجيبه واحط اول حاجه من تحت شويه الفراخ، وبعد كده عندي المكرونه القلم من غير ما تتسلق ولا حاجه، جايباها من الكيس كده، واخد واحط بالطريقه دي. اعمل طبقات. عاوزه تعملي طبقات يعني الطواجن الصغيره ما عملتش طبقات، هي طبقه بس فراخ وطبقه مكرونه. الطاجن ده كبير، عملت طبقات في النص، طبقه من تحت فراخ وبعد كده مكرونه وبعد كده فراخ وبعد كده مكرونه. ونسقي الصلصه بتاعتنا بالشكل ده. الطاجن بس يبقى كله الصلصه بتاعته لغايه ما ايه، مش يغطي المكرونه، 3/4 كده المكرونه. ونقفل بورق حراري، ونكون مشغلين الفرن درجه حراره عاليه 200، وهندخل الطواجن بتاعتنا. انت لو عاوزه الفراخ تبقى متحمره شويه اللي من تحت في الطاجن، هتسيبيه شويه في الفرن، هتسيبيه شويه يعني تسيبيه براحته، يعني حوالي نص ساعه واكتر، اكتر من نص ساعه. لكن وفي اللي عايزين لونه ابيض، انا عامله من ده ومن ده، والصور كانت باينه في الاول، هتلاقيه لونه الفراخ ابيض. دي الطواجن بعد ما خرجت من الفرن ما شاء الله. ما نفتحش عليها بقى على طول، انا بوريه لكم دلوقتي كده. لازم يتساب الورق الحراري حوالي ربع ساعه، والطاجن سبحان الله لازم بيسيب الحراره جواه فتره طويله. يعني ما تخافيش ان المكرونه ممكن تبرد، هتفضل سخنه. حتى الطاجن من بره هتلاقيه برد، لكن من جوه المكرونه سخنه اهو. طبعا شوف الجمال. دي بعد ما اتقلب ده اخد لون شويه، الفراخ اتحمرت شويه، احنا بنحبه متحمر اللون ده. شوف الجمال، عسل جدا ما شاء الله على جماله. والطاجن التاني اللي انا محمرتوش قوي، في طاجن انا محمرتش الفراخ بتاعته، يعني انا مش بتحكم فيه، بس لو طول في الفرن اكتر من اللازم الفراخ بتتحمر. ما طولش بتطلعيه حوالي بعد ربع ساعه ولا حاجه وتسيبيه متغطي، هتلاقيه بيستوي تاني على طول زي ده.
كده ما شاء الله. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان ينزلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.